رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، واسمحوا لي في الحلقة دي أرحب بضيفتي الكريمة والجليلة اللي دايما بكون سعيدة جدا بأي لقاء بعمله معاها، دكتورة أماني فاروق عبد اللطيف، أخصائي الاستشارات الأسرية أو التعديل سلوك الأطفال والمراهقين. والنهاردة خليني أسأل حضراتكم سؤال مباشر: هو احنا ليه بنتطلق؟ هل في خلل من طرف من الطرفين؟ هل في أطراف أخرى بتتدخل؟ هل في عوامل بيئية ومجتمعية ليها دور في الموضوع ده؟ تعالوا نتفق أن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي البنية الأساسية لبناء أي مجتمع وتماسكه. بس للأسف معدلات الطلاق بتتزايد بشكل يدق ناقوس الخطر. يعني بتقع حوالي 260 ألف حالة من أصل حالة طلاق، 260 ألف حالة طلاق من أصل 980 ألف حالة زواج. دي نسبة تقريبية تم التعامل معها. يعني بنقدر نقول إن احنا بنوصل ل 27% من حالات الطلاق من أعداد المتزوجين. ده طبعا بيكون مؤشر خطير جدا، بيؤثر على استقرار الأسرة المصرية والمجتمع المصري. برحب بيك يا دكتورة. اهلا بحضرتك. وانتي اكيد مش جديدة عليا كهدير، لكن جديدة على طبيب مصر، وان شاء الله يكون لنا لقاءات مرة تانية. ان شاء الله. احنا ليه بنتطلق؟ احنا بنتطلق عشان خاطر بنبعد عن ربنا وعن المعايير اللي ربنا حطها لنا في القرآن الكريم، وهي المودة والرحمة والسكن. ربنا شرع الزواج ان الرجل يبقى سكن للمرأة والمرأة سكن للرجل. معنى السكن الأمان، الاستقرار، الاحترام. كل واحد يخاف على التاني، بلاش نهين بعض او حد يبقى عنيف عن التاني. واساس بقى الجواز اللي هو المودة والرحمة. لو غابت المودة والرحمة في بيوتنا هيبدأ يحصل بلبلة، يحصل غضب، يحصل مشاكل تؤدي الى الطلاق. فالطلاق بيجي نتيجة الإهمال، عدم الاحترام، عدم التفاهم، الندية في التعامل، ان كل واحد عايز يمشي رأيه على التاني. دي حاجات بتخلي يبقى فيه مشاكل داخل الأسرة، وبيبقى طبعا أمام الأولاد، وده برضو بيأثر على نفسية الطفل. ما هو خليني ارجع لك برضه يا دكتور في مسألة الندية. احنا دايما يعني كل التقدير للرجل المصري، لكن مرات كتير الراجل يقول لك ما ينفعش تبقى زوجتي دايما في حالة من الندية، انا كلمتي هي السيدة. فتيجي الزوجة على الجانب الآخر تقول لك لا، أنا مش متزوجة يعني ديكتاتوري، أنا عايزة رجل ياخد ويدي معايا، يبقى في حالة من النقاش. هنا الكفة بترجح إزاي؟ يعني أنا عايز ندية، أنا كلمتي واحدة وهي رافضة ده، إزاي يتناولوا الموضوع ده مع بعض ويوصلوا لحل سلمي؟ لو في حب واحترام من بداية العلاقة بيقدروا يعني يعدوا المرحلة ان هي الندية دي. هي بتتعامل معاه زي ابنها، زي اخوها، وهو يتعامل معاه زي اكنها والدته او اخته. يعني يبقى في رحمة في التعامل. لكن لو احنا وقفنا قصاد بعض في كل مشكلة يبقى هيحصل مشاكل اكبر. فلازم يبقى في صبر، لازم يبقى في ان احنا يعني زي ما كده نفوت لبعض او نتجاهل المشاكل، بحيث ما نبقاش كل مشكلة نقف قصاد بعض وانا اقول رأيي وهو يقول رأيه. لا، يبقى في تفاهم، في انسجام. اختار الوقت المناسب لجوزي ان انا اقول له المشكلة. ما لما الاقيه هو متعصب ابعد، ما افجرش المشكلة وهو متعصب، بحيث ان لان الحاجات ديت بتضايق الرجل، ان هو يبقى متعصب او لسه جاي من الشغل وتبدا تحكي له مشاكل او كده، فده بيؤدي الى نديه في التعامل وما يحققلاش اللي هي عايزاه. طيب هرجع مع حضرتك للنقطة دي، وهي طريقة العلاقة أو التفاهم بين الزوجين، لكن يعني هاخد نقطة أسباب زيادة الطلاق بشكل مباشر كده يا دكتور. هل الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة اللي احنا فيها دي أسباب الطلاق أسباب مادية؟ تمام، دي بتحصل كتير وبنشوفها. ولا معايير مش مظبوطة من الأسرة تجاه الطرفين؟ يعني هو داخل ما فهمش يعني ايه زواج، ما فهمش يعني ايه مسؤولية، هي داخلة أهلها ما فهموهاش في البيت يعني ايه ازاي تتحملي الظروف، يعني ايه تكوني عندك صبر، يعني ايه تكوني مسؤولة داخل البيت. في يعني
كلميني اكتر عن الاسباب، لان كتير قوي يعني اكيد بيجيلك الناس كتيره في الاستشارات الخاصه بحضرتك: دكتوره انا انفصلت عشان هو مش بيصرف عليا، دكتوره اصل مش معاها فلوس. واحد يقول لك لا دي هي خدت كل اللي ورايا قدامي وسابتني عشان بتقولي ان انا مثلا بخيل في مشاعري. اديني اسباب حقيقيه واقعيه على ارض الواقع لمستيها حضرتك من خلال نماذج مصريه. من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى الطلاق الاختيار الخاطئ، وده بيحصل بين الشباب. ان مجرد ان الشاب عنده امكانيات ماديه، زي ما حضرتك قلتي ان ممكن يكون الطلاق بسبب مشاكل ماديه، عنده كل امكانيات للجواز، بتبدا البنت او الاسره توافق عليه وتتغاضى عن عيوبه. وبعد كده بيبدا بقى ندخل فتره الزواج ويحصل تصادم، لان انا بدات اتغاضى عن عيوبه. لازم الست او البنت قبل ما تتجوز تعرف عيوب خطيبها وتشوف هل هي هتتقبلها ولا لا، لانها بتبقى متخيلة انها هتغير له الطبع ده بعد الجواز، وهو كذلك متخيل ان هو هيغير ليها الطبع ده، لكن الطباع ما بتتغيرش. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا نبقى في منطقة وسطى، كل واحد يعرف عيوب التاني ويتغافل عنها، لان لو كل واحد وقف على عيوب التاني يبقى هيحصل الطلاق. فلازم الرجل يصبر على زوجته لغاية ما تعرف طباعه، سواء الحلوة او السيئة. وكذلك المرأة او الزوجة تصبر على جوزها لغاية ما هو يبدأ يتفهمها. ودايما الراجل بيحب الست اللي تصبر عليه، لانها لو هتعامله بندية زي ما قلنا من شوية، او ان هي عايزة تمشي رأيها عليه، طبعا ده مرفوض، حتى مش في الدين ولا في الشرع. صحيح. فلازم يبقى فيه صبر، ما فيش تسرع في ان انا احكم على الشخص، لان بعض الاحيان الطلاق بيتم في اول سنة بين الشباب بسبب ان هم مش بيصبروا على بعض، وبيخش كل واحد عايز التاني يستحمل عيوبه بدون نقاش، بدون حوار، بدون كلمة حلوة. يعني قبل كده أنا قلت في لغات الحب، إن أنا لغات الحب الخمسة. الخمسة: الهدية، الكلمة الحلوة، الفسحة، نغير رتم الحياة. لأن لو فضلنا نركز على عيوب بعض يبقى الحياة هتتحول لكلها مشاكل. البعض هيرد على حضرتك يقول لك يا دكتورة هو احنا فاضيين لغات الحب الخمسة؟ احنا بنحاول نمشي الدنيا والأمور وإيقاع الحياة سريع، ومحتاجين ورانا مسؤولية ورانا التزامات، وعايزين نوفي متطلبات البيت. لو ما وفيناش متطلبات البيت السيدة في البيت هتزعل، انت ليه مش مكفي بيتك؟ يعني ده كتير بيحصل. نعمل موازنة ازاي؟ الموازنة ان انا زي ما قلت لحضرتك ان الاتنين كل واحد يبقى عارف حقوقه ومسؤولياته، بحيث في بعض الاحيان تلاقي الرجل بيرمي المسؤولية على الزوجة، وتبدأ الست تحس ان هي اللي بتعول البيت مش هو. صحيح. العكس، ساعات الراجل يبقى هو بيعول البيت، ولكن الزوجة مش قايمة بواجباتها الزوجية، مش بتحترمه، بتكلمه باسلوب مش كويس قدام الاولاد، شايفاه ان هو مش مؤدي واجباته داخل البيت. كل ده بيخلي ان يبقى في مشاكل ويبقى في تصادم. اما موضوع لغات الحب فاحنا مش عايزين هديه جامده، يعني ورده، كلمة طيبة، كلمه حلوه، سلم ايدك وبعد الاكل لما هي تعمل الاكل، شكرا يا حبيبي. في كلام يعني قليل لكن ليه معنى وبيسيب اثر في نفوسهم. انا عارفه ان الحاله الاقتصاديه ما تسمحش ان انا اجيب هديه غاليه او ان انا اخرجها، لا، حاجات بسيطه حتى لو هتمشى بيها نص ساعه ونرجع. صحيح. فالحاجات دي بتفرق مع الست وبتفرق مع الراجل. اهم حاجه التفاهم والتقبل، كل واحد يتقبل الاخر بمميزاته وبعيوبه، لان مفيش طبع هيتغير ومفيش حد كامل، يعني كلنا فينا مميزات وعيوب. عليه الصلاه والسلام. طب دكتور، قبل الهوا كنا بتناقش مع بعض وقلنا الطلاق العاطفي، نوضحه بقى للمشاهدين. الطلاق العاطفي ان احنا عايشين تحت سقف واحد، وكل واحد فينا قاعد في مكان صمت. كل واحد هو بيشتغل شغلتين عشان يقضي مصاريف الأولاد، البيت وهي بتشتغل وتيجي تشوف متطلبات الأولاد، فبيحصل ان العاطفة تقل.
يحصل جفا، يحصل عدم كلام، فيبقوا صامتين، وبيبقوا عايشين لمجرد انه يربوا الاولاد. ولو البنات، لو عنده بنات، احنا عايشين لغايه ما نجوز البنات. ولو عندهم في بيوت كده كتير ان احنا مش هنتطلق الا لما نجوز بناتنا، عشان لما يجي العريس ما يلاقيش الزوج والزوجه مطلقين. مش هنتطلق الا لما اولادنا يكبروا شويه، وتبقى حياه روتينيه ممله. وطبعا ده مهما طب ما تعايشنا، الاولاد كده هينعكس عليهم طريقه الحياه بالظبط، الروتينيه دي. مهما تعايشنا كل واحد هيبقى ضاغط على نفسه وعلى اعصابه، ويحس بأرق وقلق وامراض. كذلك الاطفال بيحسوا ان مفيش عاطفه بين الاب والام، مفيش كلمه حلوه، مفيش خروجه، مفيش مداعبه. الحاجات دي كلها بتخلي العلاقه بين الرجل والمراه او الزوج والزوجه تنهار، لغايه ما يوصلوا ان احنا متجوزين وخلاص. فيبقى في زي ما بيقولوا خرس زوجي او صمت او جفاف للعواطف. يبقى معنى كلام حضرتك ان احنا مهم جدا نركز على فكره ان التقليل من البوح بالمشاعر او بالكلمه الطيبه داخل البيت او مع زوجتك او مع زوجك، ده بيعمل جفا، وبتبقى اسرار يعني اضراره بعد كده. خلاص احنا بقى في عندنا جفاء وصمت، كأننا غرب مع بعض في بيت واحد، مش أزواج بيجتمعوا في مكان واحد. طيب تعالي يا دكتور أخدك في مرحلة أصعب ما بعد الطلاق. ليه دايما بنلاحظ في نماذج كتيرة في حياتنا احنا كنا بناكل مع بعض في طبق واحد، عشرة، مودة، احترام، طقوس زوجية وتربوية، ويعني حياة كاملة يا دكتور. خلاص احنا انفصلنا، ليه بقينا اعداء؟ ليه؟ هل هو اخد الموضوع من زاوية ان هي لما انفصلت فهي يعني تعبت منه، كرهته؟ هل هي شافت ان هو لما انفصل عنها هو شاف غيرها او كرهها، فتبدأ العداوة، خصوصا لو في اطفال؟ ليه بيحصل ده؟ ليه؟ الطلاق لما بيحصل نتيجة رواسب. العلاقة الزوجية زي كل واحد فيه جواه كده تراكمات نفسية داخل اللاوعي بتاع كل شخص منهم. فبفضل أنا مستحملة 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 لغاية ما طاقتي تنفذ. أي طرف، سواء الرجل أو المرأة، عشان ما يقولوش إن إحنا ضد الرجل. لا، في بعض الأحيان بتبقى الراجل هو اللي صبر على زوجته كتير، ومع كده ما فيش تغيير في الطباع، في الأسلوب، في الطريقة. والعكس، ممكن هي تصبر على جوزها وبرضه هو مش عايز يتغير، او مش عايز يقرب، او مش عايز حتى يقول لها كلمه حلوه. الست بتيجي بالكلمه الحلوه، طب الراجل بيجي بالايه؟ بالتشجيع. بالتشجيع. كل سيدات مصر يا جماعه يشجعوا رجالتنا المحترمه. مش تشجيع زي الكوره، لا، التشجيع ان هي دايما تحسسه ان هي محتاجاه، ان هو القيم، ان هو الراجل، هو القيمة الكبيرة اللي في حياتها. بالظبط، هو يعني أساس البيت. ما تكسروش قدام أولاده، ما تهنهوش قدام عيلته، أو طبعا. تكلمه بأسلوب مش حلو. أكيد. وكذلك على الزوج. لا، هنتكلم في الموضوع ده تاني، بس لسه في كلام كتير يا دكتور الموضوع ده. هنخرج بس فاصل ونرجع. مشاهدينا فاصل وعودة لحضراتكم مرة تانية. رجعنا لكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتحدث عن هو احنا ليه بنتطلق. كانت معانا وما زالت معانا الدكتوره اماني فاروق، اخصائيه الاستشارات الاسريه وتعديل السلوك. وهرجع لك يا دكتور، وما بعد الطلاق خلاص انفصلنا،
في تعاملات سيئة أو زي ما بيقولوا الطلاق السلبي، في بقى مناوشات ومشاكل كتيرة بتحصل، في أطفال في النص. لو جيت سألت حضرتك هقولك مين بيتأذى أكتر؟ طبعا رد حضرتك الواضح الأطفال. طيب ما هو برضو في سيدات بتتأذي وفي برضو رجالة بتتأذي. إزاي نتعامل ما بعد الطلاق عشان نقدر نربي أولادنا سواء هم مع الأم أو مع الأب في بيئة محترمة؟ إيه اللي ممكن نقدمه للأزواج ما بعد الطلاق؟ والرسول عليه الصلاة والسلام عليه قال أفضل الصلاة والسلام. كسر المرأة طلاقها. يعني الست لما بتتطلق بتكون مكسورة. طب هل الرجل بينكسر؟ بس بعد فترة لما بيقعد مع نفسه ويبدأ يشوف ايه السلبيات اللي كانت بينهم وعلى أساسها بدأ الطلاق. طيب خلاص احنا وصلنا ان احنا هننهي علاقة الزواج وعايزين نتطلق. يعني هنتطلق اما طلاق سلبي او طلاق ايجابي. الطلاق السلبي ان تبدا الامهات والاباء لا نشتكي في المحكمه، لا نجيب منه نفقه الاولاد، وهو برضو يبقى مقصر ويبقى مش عايز يصرف على اولاده ويقول يلا بقى انا طلقتها وهي واولادها وعايز يعمل بيت جديد. وساعات برضو الام بتسيب ولادها. فما بيحصل المشاكل ديت يبدأ بقى مشاكل تجيب مشاكل ويبقى طلاق بلا عودة. هو ده الطلاق السلبي. طب هنا بنقول لهم ايه يا دكتورة؟ خلاص احنا انفصلنا ومعانا أطفال. معانا أطفال يبقى لازم نحترم وجود الأطفال، نحترم مشاعرهم، نحترم ان ممكن حاجة زي كده تسبب لهم عقدة في المستقبل حتى لما يكبروا ويبقوا أزواج. فلازم يبقى في تواصل بين الأم أو الزوجة والزوج، بس في حدود، لان في بعض الاحيان التواصل كتير برضو بيجيب مشاكل او بيرجع الود. فلو انا خلاص مقررة ان انا مش هرجع لك تاني، اتعامل احط معايير ليا ولاولادي ان ما اجيبش سيرة الاب بحاجة وحشة قدام الاولاد، انظم له مواعيد يشوفهم، في اي حاجة مناسبة للاولاد هو يكون معاهم، يعني بحيث ان انا ما بعدهمش عن ابوهم او ما بعدهمش عن مامتهم، لان في بعض الاحيان بيحرموا الطفل من انه يشوف باباه او يشوف مامته، فدوت بيأثر سلبي جدا على الاولاد. فلازم بعد الطلاق يبقى فيه لغة تفاهم، لغة احترام. احنا كلنا عيش وملح زي ما حضرتك قلتي، فلازم يكون النتيجة ان احنا نتعامل باحترام ونتعامل بهدوء ونحل مشاكلنا بهدوء. طيب دكتورة، تفتكري الزوجة المصرية ممكن تخاف أو تخشى من فكرة الطلاق، ولا لو هي بتشتغل مثلا فهي تقول لك خلاص أنا بشتغل وبعتمد على نفسي وعندي ما يكفيني فأنا أمشي الدنيا، فالعمل هنا بيغطي شوية على المشاكل وما هدمش بيتي عشان بيبقى في فرصة مثلا للإصلاح؟ في مرات تانية سيدات تقول لك لا أنا بشتغل ومش لازمني خالص الجواز اللي يجي من وجع القلب ده مثلا. انتي في اي مدرسة من دول شايفة ايه في الزوجة المصرية؟ هو الطلاق يعني بيعمل انعكاسات حسب البيئة. يعني لو الام مش متعلمة وملهاش دخل، في بعض الاحيان بتستحمل جوزها وما تطلبش الطلاق. طيب يعني نفت صبرها واتطلقت، بتبدأ مفيش معيل، مفيش فلوس، بتبدأ تدور على دخل، الولاد يتأثروا، تعليمهم يتأثروا. فده بالنسبة لي لو الأم مش متعلمة. طب نيجي لو الأم متعلمة بقى، بتبدأ يعني تحس باستقلالية شوية، بتبدأ بعد ما كانت في غضب شديد ومشاكل تهدى، تبدأ تهتم بأولادها، تبدأ تحس ان هي مش محتاجة الزوج. لكن دي مش حقيقة. بعد فترة كل واحد فيهم بيندم او بيبدأ يفتكر الحلو للتاني، وفي بعض الأحيان بيرجعوا لبعض، وفي بعض الأحيان يعني في أحيان أخرى لأ. هسأل حضرتك سؤال يعني أعتقد كتير من الرجالة يعني هيفرحوا بيه. هل الزواج الثاني للرجل بيكون حل لعدم الطلاق وهدم الأسرة ولا لأ؟ في بعض الأحيان بيكون حل. في بعض الأحيان الزواج التاني بيكون حل. ربنا شرع للرجل إنه يتجوز مرة واثنين وثلاثة وأربعة.
لاسباب يا دكتور. لكن هكمل اهو انها اسباب او مشاكل زي عدم الخلفه، ان الزوجه تعبانه. لكن في بعض الاحيان الرجال بياخدوها ان دي رخصه، وان انا يتم التعدد 1 أو 2 و3. بس ربنا حط ليها برضو ايه قيود، ان هو يعدل ويكون عنده القدره الماليه والجسديه انه يفتح بيتين. وقال ولن تعدلوا. لان العواطف دايما بتميل لشخص عن شخص تاني. يعني صحيح. ممكن اتجوز اكتر من 2 لكن انا ملت لزوجه معينه. صحيح. او كذلك لو الست اتجوزت وسابت زوجها وجت اتجوزت شخص تاني، ممكن برضو يبقى لسه في عاطفه للزوج الاول. المرأة المصرية هتتقبل الكلام ده يا دكتور؟ البعض بيتقبله والبعض لا. البعض والاكتر ايه والارجح ايه؟ الأغلبية مش بتتقبل. الأغلبية الست مش بتتقبل الزواج التاني. وبعدين الزوج بيدير الموضوع ده غلط، لأن هو مش بيقول لها ومش بياخد رأيها وبيفاجئها، فهي بتاخدها على إنه جرح وإهانة وخيانة. لكن هو يعني لو قال لها يا دكتور ده يبقى طبيعي؟ لازم يقول لها، الشرع بيقول كده. وطبعا ده الشرع والقانون بيقولوا كده، لازم يقول لها. حتى لكن انا بتكلم عن نفسيه الزوجه نفسها لا، الاولى. النفسيه طبعا. هو لما يجي لها يقول لها انا عايزه اتجوز واحده تانية، هي هتتقبل ده يا دكتور؟ لا، بالنسبه للمصريين ما بيتقبلوش. في بعض الدول الاخرى عادي الراجل بيتجوز 2 وساعات بيعيشهم في كل واحد في شقه. انا اعرف كتير من دول الخليج كده. طب ليه بقى المصريين مش بيقبلوا كده؟ معتقدات خاطئه تقصدي؟ لا، اتربوا على كده. الام ربت البنت على انك لا، جوزك ما لو اتجوز عليكي تسيبيه كده، خانك كده. يعني دي معتقدات. فهي بترسخ في عقل البنت، بتخليه ان هو لو فكر. بس هل هو لما اتجوز الجوازه التانية هي مقصره ولا لا؟ طب لو هي مقصره يقعدوا بقى بالقلم والورقه ويتكلموا. هي مقصره، يبقى انا اشوف ايه اللي ناقص. وبعض الاحيان الزوج بعد ما بيتجوز الزوجه التانية بيقارنها بالاولى، يلاقي ان الاولى المشاكل اللي كانت معاها كانت ايه اهون، فيبدا في حاله من الندم، يفكر يرجع للزوجه الاولى. بس انت كده ظلمت الزوجه التانية. بالظبط، ده اللي فعلا كنت عايزه اقول لحضرتك. يعني هو رجع للاولى، عرف قيمتها، لكن ظلمت الزوجه التانية عشان اتسرع او ما خدش الاختيار الصح، او ما قعدش مع الزوجه الاولى وقعدوا يفتشوا عيوب بعض ويتكلموا باكثر صراحه ويقدروا يفهموا او يوصلوا لبعض الحاجه يعني. بس ساعات يا دكتور خلينا نتفق ان في حالات حقيقيه بيبقى صعب جدا ان هم يكملوا يرجعوا. خالص هم اللي بيقرروا مهما بالظبط. امتى بقى يقرروا ده يا دكتور؟ امتى ياخدوا لما قرار بيبقوا وصلوا لمرحله اللا عوده. يعني انا مش هرجع بسبب ان هي اكيد في اسباب جوهريه داخل البيت يا دكتور. يعني هي زي ما قلنا استنفذت طاقتها وهو كذلك، فلا خلاص. وده برضو ذكر في القرآن الكريم ان لو حتى في سورة عن الطلاق، ان لو خلاص العلاقة انتهت كل واحد يشوف حياته، وممكن هو يتجوز زوجة أخرى وهي تتجوز رجل آخر، والحياة تستمر وتستقيم. ايه المؤشر اللي ممكن تشوفيه يا دكتورة في بيئة مصرية أو في أسرة مصرية إن الأشخاص دول مش هيكملوا، خلاص لازم قرار انفصال؟ ايه الحاجات اللي بتبقى صعبة قوي قدامك بتجيلك؟ العنف وعدم الاحترام. يعني في المناطق الشعبية أو المناطق الريفية الراجل ضرب والإهانة وكده. ضرب والإهانة، وبرضو كل ما قل المستوى التعليمي الموضوع ده بيتم. فالست بتقولك لا، طب أنا هتهان كل يوم قدام ولادي؟ لا، حتى لو عندها أولاد كتير. لا، ما بتقولك لا، أنا بتضرب بتهان قدام أهله قدام أولادي. فدي اللي هي بتبقى دي كده رخصة ليها إن أنا أنفصل بشكل يعني حتى القانون لو هي أثبتت إن هو بيعملها بعنف. طب لو الزوج يا دكتور، احنا كده خدنا ان الزوج هو اللي عمل عنف مع الزوجه، طيب امتى بقى الزوج هو اللي يحس انه متضرر قوي ومش قادر يكمل؟ زي لو صبر عليها واداها كل اللي هو مش عاجبه وما نفذتهوش او ما حاولتش تأقلم عليه، من حقه ان هو يسيبها، لانه مش مرتاح في البيت، لانه بيدخل يلاقي مفيش تفاهم، مفيش ترحيب، مفيش اهتمام. والاهتمام دوت اهتمام شخصي، واهتمام في حياته، اهتمام انها تكلمه. ودلوقتي التواصل الاجتماعي سبب برضه خرس زوجي. طبعا ده اكيد. يعني ممكن مش زوجي الراجل بس، ده في الاسره المصريه بشكل عام ما يقولش لزوجته كلمه حلوه
وتلاقيه على الفيس عامل ان هو الرجل يعني ما فيش زيه. تعالي نتفق يا دكتور ان السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع كلها عملت فجوة كبيرة في الأسرة المصرية، مش بس في العلاقة الزوجية. هاخدك لنقطة جوهرية جدا قبل ما نختم الحلقة. الأطفال ما بعد الزواج، سوري ما بعد الانفصال، بعد الطلاق، سوري انفصال، تمام. نعمل ايه مع الأطفال؟ أنا كأم معايا أطفال، ازاي أكلمهم كلام يهدي نفسيتهم، يبقوا في بيئة ما يبقاش مثلا برضو احنا قاسيين قوي حتى على الوالد، حتى لو الوالد مش كويس مع الأم. نعمل ايه؟ وكذلك مع الأب، يقعد مع أولاده ايه اللي يقدمه. عايزين نعمل حاجة كده محترمة نصلح فيها نفسية أطفالنا، نقول ايه ليهم مثلا؟ اولا لازم نقعد مع بعض حتى لو احنا منفصلين ونتفق على طريقة التربية ونحط معايير. يعني مثلا الابن الطفل لو راح عند والده ما ينفعش يكلمه على والدته باسلوب وحش، وكذلك العكس. صحيح. لان ده بيخليه مضطرب نفسيا وبيسبب للاطفال قلق وتوتر، وممكن يصيبهم بعض الامراض زي فرط الحركة. يعني اعرف ناس لما انفصلوا ابنهم سبب لهم مشاكل كتيرة، وكل ما يروح للدكتور يقول ده كويس، لكن هو اللي عنده عامل نفسي بسبب ان شايف والدته في مكان ووالده في مكان، وهنا الجانب ده بيقول على ده وحش، وهنا الجانب ده بيقول على التانية وحشة. فده بيخلي الطفل في بلبلة وعدم تركيز، مشتت، ويبقى فيه ضعف في التحصيل. ممكن يجيله تبول لا إرادي بالليل بسبب القلق والتوتر. فاحنا انفصلنا، لكن ولادنا ما يجنوش نتيجة الانفصال ده. لازم يبقى فيه اتحاد وطريقة صح للتعامل. وبعض الأحيان الطفل ممكن يكذب، يروح عند والده يكذب عشان والده يديله فلوس. الدكتور مع أو ضد؟ اسمحي لي، الأطفال ما بعد الانفصال هل يكون في حيادية وسطية في التعامل؟ يعني ممكن مثلا الأم تسمح للأب إن هو يستضيف مثلا ابنه أو بنته وهو أصلا متزوج من زوجة تانية، ده أفضل؟ وكذلك هي يعني نفس الحكاية، ولا ده بيأثر على نفسيتهم وبيشتتهم أكتر؟ لا، لازم يروحوا يشوفوا ويشوف والده لا، يشوف والده حاجة يا دكتور، وإن هو مثلا يكون مقيم مثلا مع والده هنا أسبوع مع زوجته اللي هي يعني زوجة الأب. لو يعني الطرف شايف إن ابنه مستريح يكمل. يعني أنا لو ابني هيروح عند والده البيت بحيث ما يبقاش في بعد يعني. لأن في سن معين الولد بيحتاج الأب، وفي سن معين البنت بتحتاج الأم. صحيح. فما ينفعش نفصلهم عن طبيعتهم. صح. يعني ابني لما يكبر ويبقى في سن المراهقة في حاجات أنا ما أقدرش أقولها له، فأقول له روح لبابا. صحيح. دكتورة، روشتة علاجية كده جميلة زي ما بتعود أخدها دايما من حضرتك للأزواج اللي خلاص احنا عندنا بيت وعايزين نحافظ على بعض في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتحصل والحالة المعيشية اللي حوالينا والظروف المتغيرة في المجتمع بشكل عام، بما فيهم التواصل الاجتماعي اللي موجود في كل بيت دلوقتي يعني. تمام. روشتة علاجية كده حلوة نقوى بيها، نترابط بيها، سواء في أطفال أو ما فيش أطفال. اتفضل. هنقسمها برضو الروجيتا لجزئين، يعني قبل الانفصال وما بعد الانفصال. قبل الانفصال نحاول ندي نفسنا هدنة، نتناقش، يبقى في لغة حوار، يبقى في لغة تواصل عشان نفهم بعض. نتجاهل عيوب بعض، نقرب من بعض أكتر. بلاش مشاكلنا ندخل فيها حد تاني، بلاش نوسع دايرة الزعل شوية. بالظبط. مشكلة صغيرة ما نكبرهاش. بالظبط، عشان المشاكل لما بتكبر بتؤدي المشاكل أكبر. طيب ما بعد الانفصال، إن أنا أهتم بولادي لأن هم دول ثمرة الزواج. إن أنا أبدأ أحط قواعد أنا وزوجتي إزاي نربيهم، ان الغلط اللي انا اقوله غلط هي تقوله غلط، واللي انا اقوله صح هي تقوله صح، عليه تقصدي عشان كده. يبقى متفقين مع بعض. مظبوط جدا. بشكرك جدا دكتوره اماني، بجد النهارده استمتعنا بالمعلومات دي. طبعا ده موضوع كبير يعني محتاج حلقه واثنين وثلاثه عشان نتكلم فيه، بس بنحاول ناخد ما نقدر من خلال برنامج طبيب مصر نقدمه للساده المشاهدين. بشكرك جدا دكتوره، وان شاء الله توعدينا بلقاء مره ثانيه على الهواء ان شاء الله. بشكرك. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، اشكركم جدا لحسن المتابعه، واتمنى ان شاء الله نكون قدرنا نستفيد من كل
المعلومات اللي قدمناها من خلال حلقه طبيب مصر النهارده. بشكر الدكتوره اماني فاروق، اخصائيه الاستشاريه الاسريه وتعديل سلوك الاطفال والمراهقين. اشكركم مشاهدينا، دمتم على خير ان شاء الله. ربنا يشفي كل مريض ويهدي سر كل بيت يا رب. اشكركم والى اللقاء. تحياتي.